حبيبي صاحب الميتم، البقاء لله الأول. أنا عارف إن ميتك كان غالي عليك ونفسك تعمل له أي شيء يكون سبب في دخوله الجنة، وده دليل على إن أنت راجل محترم وقلبك طيب. وعشان كده النهاردة عشان شغلك يبقى صح، أنا جايب لك 5 وصايا لو حققتهم هقول لك اعمل صوان 100 سقفية، وهات 5 مقرئين من الإذاعة، بس ما تنساش مقرئين بلدك تجيبهم يسترزقوا حواليك عشان ربنا يكرمك ويسعدك، لأن جبر الخواطر على الله. الوصية الأولى يا صاحب الميتم، يا راجل يا محترم يا صاحب الواجب في كل مكان، عشان نبقى واقعيين، معظم الناس اللي جايين الميتم دول جايين لك انت. خلاص، فيشترط علشان يبقى شغلك صح ان مال الصوان والمقرئين والبوفيه وده كله يتبرع به احد اقارب المتوفى، ولا يدخل فيه شيء من مال الميت، لان خلاص ما عادش مال الميت، ده بقى مال اليتامى، مال القصر. ينفع انك يوم القيامة تيجي مع الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فانت بتحب ميتك؟ ايوه بحبه. واللي بيحب حد بتهون عليه التضحيات، مش تقف طول النهار تقول لا ده انا عايز قماش جديد في الصوان يكون عليه الكعبة، وعايز كراسي مذهبة، وعايز اغلى المقرئين، وبعد السهرة ساعة الحساب ما نشوفكش الراجل اختفى صاحب الواجب. لا، اتبرع بده كله من جيبك وما تدخلش فيه شيء من مال الميت، لان اللي جايين دول كلهم جايين لك، انت بتروح لهم وهم بيجوا لك، اما الميت اتقفل عليه. الوصية التانية يا صاحب الصوان، يا صاحب الميتم، يا صاحب الواجب في كل مكان، ان عزائك لا يصاحبه بدع ولا بزخ ولا تفاخر. هقول لك ال3 حاجات دول بسرعة. بدع شيء ما كانش عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تجيب مقرئ، المقرئ يقرا بطبيعته، مش شويه يقرب الميكروفون من بقه وشويه يبعده وشويه يرفع صوته وشويه ينزل صوته وشويه يجيب الايه وهو نايم على جنبه وشويه يجيبها وهو يا اخي اتق الله، ويعلي الترددات، تلاقيه بيقرا الرحمن مان 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 علم القران حرام عليك. يبقى دي البدع. لا، وجايب كتيبه مشجعين يقولوا له الله الله يا عم الشيخ وبدهم فلوس. ان شاء الله هنعمل فيديو 5 وصايا للمقرئين. يبقى دي البدع. والبذخ انك ما تكترش في المال اللي بتنفقه عشان ما تبقاش مع المبذرين اخوان الشياطين، لان هي ليلة وبتعدي. ولا تفاخر، ما يبقاش واحد قريب الميت بس فقير نقوم نحط اسم واحد رتبة او منصب علشان كل شوية يقول لك قريب فلان، ومش نتفاخر الحج فلان المستشار فلان وسايبين قرايبه الفقراء. لا، لم يصنع لذلك. الوصية الثالثة أخي الحبيب صاحب العزاء صاحب الواجب في كل مكان، إن الصوان بتاعك ما يأذيش الناس لا في الطرق بتاعتهم ولا في أنفسهم. يعني إيه؟ يعني ما تسدش الشارع بتاع المسلمين وتخليهم يلفوا من ورا من هناك علشان بتحتفل بقبض روح حبيبك إن هو مات. ما تأذيش الناس في الشوارع ولا الطرق بتاعتهم، تقفلها لهم بالصوان بتاعك. وتاني وصية، ما تأذيش الناس في أنفسهم. جنبك واحد غلبان أبوه مات، حط كرسيين قدام البيت ووقف يقابل الناس، ما تجيش بقى انت تعمل مهرجان للميت بتاعك وبوابة كلها نور الناس تدخل منها عشان تسلم عليك وطير. ده عادوا بيصوروا العزا بالطيارات دلوقتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتق الله في مشاعر الآخرين. الوصية الرابعة يا صاحب العزاء يا صاحب الواجب في كل مكان، يا راجل يا محترم، ان تعامل الناس سواسية، الغني زي الفقير، لان ده عزاء. مش الغني تاخده بالحضن وتبوسه من الجنبين وتطبطب عليه وتقعده في صدر الصوان والفقير تمد طرف ايدك كده في صوابعه وخلاص وهو جه او ما جاش. لا، الناس سواسية عشان ربنا يكرمك. ده احنا دلوقتي بنشوف مهازل، يعني لما يجوا يكتبوا النعي اللي هو الدعاية يسيب قرايب المتوفى، قرايبه من الدرجة الأولى لو فقراء، وتلاقيه بيدور لك على العمدة فلان، المستشار فلان، الأستاذ فلان، الحج فلان، المبسوطين شوية عشان يزنقهم يكتبهم ويسيب الفقراء. وبعدين ده بيؤدي إلى كوارث. يجي واحد قريبه مثلا ابن عمه أو ابن خاله أو أخوه يقول طب والله طالما ما كتبونيش في الإعلان في الدعاية ما هجيش. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوصية الخامسة أخي وحبيب قلبي صاحب العزاء، أهم شيء، وده أهم وصية على فكرة في ال5 وصايا، وانت بتعمل صوانك وبتجيب مقرئينك وبوفيهك تكون على يقين ان كل ده
لن يصل منه شيء للميت، بل اللي انت بتعمله ده كله من باب إكرام الضيف. أكن كل المهرجان ده ما يوصلش منه حاجة للميت. أيوة، اللي قال كده مين؟ حبيبك محمد، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. دي الحاجة اللي بتوصل. الإمام السيوطي قعد يدور في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه الحاجات اللي بتوصل للميت بعد ما يموت من الأعمال الصالحة، فلقى 10 حاجات، راح عاملهم في قصيدة بيقول فيها إيه: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير 10: علوم بثها ودعاء نجل، وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناه محل ذكري، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصري. قال لك دول ال10 حاجات اللي بيوصلوا للميت. طب الصوان والمقرئين اعمله بس من باب إكرام الضيف، ويتبرع به أحد أقارب المتوفى. بكرة إن شاء الله لنا 5 وصايا مع برنامجنا الوصايا الخمس. أخوكم جمال الدقناوي.